سلام الله عليكم وسعد الله اوقاتكم بكل خير. قبل ما نبداو نصليو على نبي العدنان عليه افضل الصلاه والسلام. كان حتى كان في قديم الزمان في واحد القبيله بعيده كانت هنيه مرا قلبها طيب، وراجلها السي هامي كان تاجر كبير ومعروف. من بعد مده طويله ديال الزواج رزقهم الله بوليد وسموه حسن. حسن بدا كيكبر واكتشفوا والديه باللي الدرب كما كيهضرش ولكن كيسمع وعقله خفيف وكيفهم. ايوي سيدي، هنيه كانت عندها واحد جارته سميتها رقيه، كان ميت ليها الراجل وما عندها ولاد، وغير الناس ديال القبيله اللي كيتقداو ليها وكيعطيوها ما تاكل. وخصوصا هنيه كانت مهليه فيها بزاف وكانت حاسبها بحال اختها، والوقت كامل كانت كدوزو غير معاها. رقيه ملي كانت كتدخل عند هنيه للدار وكتشوف داك الخير اللي عايشه فيه كانت كتمنى تكون بلاصتها، خصوصا ملي كتشوف الست هامي مهلي فيها وما مخليها ناقصها حتى شي حاجه هي وولدها. هنا رقيه بدات كتفكر في شي حيله اللي تخليها تهنى من هنيه وتدي ليها بلاصتها. واحد النهار كانوا جالسين كيشربوا في اتاي بحال العاده. هنا رقيه دارت السبب اللي اتاي مسوس وطلبات من هنيه تجيب لها السكر، وغير خلاتها مشات للكوزينه دارت ليها السم في الكاس ديالها. ملي رجعت هنيه وبغات تشرب من داك الكاس جا حسن كيجري ولاحو ليها من يديها حيت كان واقف بعيد وشاف رقيه شنو دارت. بقات مو كتغوت عليه، ولكن الولد كان بكى مسكين وما قدرش يدافع على راسو ولا يحكي لمو شنو واقع. ايوي سيدي، رجعت رقيه لدارها مقلقه حيت فشلت لها الخطه ديالها. قالت مع راسها خاصني نفكر في شي حيله اخرى من غير هادي، حيت شافني الولد والا مشيت حتى عاودتها نقدر نتفضح. ايوي سيدي، بقات رقيه الليل كامل كتفكر حتى طاحت عليها واحد الحيله خبيثه. الغد ليه مشات عند الفقيه ديال القبيله، قالت ليه اعتقني السي الفقيه، لقيت مرت الست هامي طايحه في الارض وما عرفت اش واقع ليها، واش تقدر تمشي معايا تقرا عليها القران باش تفيق. ايوي سيدي، وافق الفقيه ومشى معاها، وغير وصلوا دخلاتو وسدات عليهم الباب من برا، وبقى الفقيه وهنيه وولده محبوسين في ديك الدار وما فاهمين والو. في هاد الوقت صيفطات رقيه واحد من الوليدات الصغار اللي كانوا كيلعبوا عند الست هامي، وصاتو يقول ليه بلي العافيه شاعله عنده في الدار. وداك الشيء اللي كان مشى الولد عند الست هامي وقال ليه بلي دارو شاعله فيها العافيه. الست هامي بالخلعه خلى المحل ديالو محلول ومشى كيجري لدارو. ملي حل الباب ودخل لقى راجل غريب في دارو تهم مرتو بالخيانه، بقى كيغوت حتى تجمعوا عليهم الناس ديال القبيله. ايوا سيدي، ترمات المراه هي والفقيه في الحبس مظلومين، والواحد اللي كان شاهد على البراءه ديالهم هو حسن، ولكن حسن كان بكم ما كيهدرش. دازو ليام، رقيه وصلت لداكشي اللي بغات، ولات النهار كامل داخله خارجه عند الست هامي تواسي فيه، وحتى من الولد ولات دايره جهدها كامل باش تبين للست هامي باللي حاسبه بحال ولدها. المهم بغات باي طريقه تخليه يفكر يتزوج بيها. وداكشي اللي كان الست هامي بان ليه بلي رقيه مرا مزيانه مهليه فيه وفي ولدو. قال مع راسو علاش ما نتزوجش بيها، هكا غادي نلقى اللي يقابل ليا ولدي ونرتاح من جهته. ايوا سيدي، تزوج الست هامي من رقيه، وحسن المسكين ما كان عاجبو حال، كان كيفكر غير في مهمته اللي مرميه في الحبس وهي مظلومه. دازو ليام، حسن بدا كيكبر ومرت باه بدات كتفكر في شي حيله باش تهنى منو حتى هو، ولات كل نهار تعصبو وتخرج ليه عقله، هكا غادي تخليه يدير شي تصرف
اللي يخلي باه يجري عليه من الدار. وفعلا داكشي اللي بغات وصلات ليه. واحد النهار خلات حتى قرب يرجع باه للدار، بقات كتقول شي كلام خايب على امه. هادشي خلاه يتعصب وبدا كيهرس في الماعن ديال الدار. في هاد الوقت دخل الست هامي، لقى ولدو كيهرس في الماعن، والمرا جالسه في واحد القنت كتبكي ودايره راسها مظلومه. قال لهم شنو واقع هنا. حسن المسكين كيف العاده ما قدر يقول حتى شي كلمه وما قدرش يدافع على راسه. هنا رقية استغلت الفرصه، بدات تبكي وتشكي. قالت الراجل ها انت كتشوف الست هامي كل نهار ولدك داير ليا هاد الحاله، وكنسكت ما كنقول لك حتى كلمه حيت عزيز عليا وحاسباه بحال ولدي، ولكن ملي شفتي كلشي بعينيك ما بقى ليا ما نخبي. ايوا يا سيدي تعصب الست هامي على ولدو وجرى عليه من الدار. هنا المرا فرحت وما قداتها فرحه، كاع داكشي اللي بغات وصلات ليه. اما حسن بقى المسكين غادي تالف وما عارف راسو فين غادي، حتى وصل لواحد القبيله وبالعيا جلس يرتاح تحت واحد الشجره حتى داه النعاس. شويه وهو يوقف عليه واحد الراجل فيقوم من نعاسو. قال ليه شكون انت ولدي وشنو كدير هنا؟ حسن بقى غير ساكت. قال ليه الراجل تكلم ولدي شكون انت؟ هنا حسن هز يديه وبغى يشرح للراجل بلي هو بكم ما كيهدرش. ملي الراجل فهم بلي حسن بكم قال ليه نوضا ولدي يلاه معايا لداري ما تبقاش ناعس هنا. ايوا يا سيدي مشى حسن مع داك الراجل لدارو، عطاه ياكل ودخلوا لواحد البيت يرتاح فيه. قال ليه ارتاح ولدي دابا حتى الصباح ان شاء الله ونعرفوا شنو هي القصه ديالك. ملي صبح الصباح فاق حسن لقى الراجل موجد ليه الفطور. قال ليه فطر ولدي دابا، من بعد غادي نمشيو عند واحد الراجل حكيم كيفهم اللغه ديال الصم والبكم. هنا حسن فرح بزاف وترسمات ليه واحد الضحكه على وجهه. ملي كمل فطورو مشاو عند الراجل الحكيم، رحب بيهم وبدا كيعلم حسن اللغه ديال الصم والبكم، وهكذا قدر حسن يحكي القصه ديالو. وطلب من الراجل الحكيم يعاونو باش يبين البراءه ديال مو ويبين الوجه الحقيقي ديال مرت باه. الراجل الحكيم قرر باش يعاونو، مشى معاه عند القاضي اللي في القبيله ديالهم. ملي سمع القاضي القصه كامله من عند الراجل الحكيم وكان عنده شاهد اللي هو حسن، قرر يفتح القضيه مره اخرى. قال مع راسو الى استدعى رقيه اكيد غادي تنكر في عائلها، داكشي علاش فكر في واحد الحيله. صيفط البراح يبرح ويقول بلي القضيه ديال هنيه والفقي غادي تفتح مره اخرى حيت بانوا فيها شي شهود، وبلي هاد الشهود عارفين شكون الشخص اللي كان ورا هاد الشي كامل، وبلي النهار فلان فلاني غادي تكون الجلسه. وصيفط واحد من الحرس ديالو يراقب رقيه من بعيد. كان القاضي باغي يشوف ردة الفعل ديال رقيه واش غادي تحاول تهرب ملي تسمع هاد الكلام. وداك الشي اللي كان، رقيه غير سمعت هاد الكلام شداتها الخلعه. قالت ما يمكنش، شكون غادي يكونوا هاد الشهود؟ عندك غير يكون شافني شي حد نهار سديت عليهم الباب من برا. المهم بقات نهار كامل وهي تخمم، وغير بدا كيطيح الظلام جمعت حوايجها وكاع داكشي اللي قدات عليه ديال الذهب والفضه وخرجت كتسلت قبل ما يرجع راجلها. في هاد الوقت كان تابعها داك الحارس ديال القاضي، خلاها حتى قربت تخرج من القبيله، عاد شدها وداها لدار القاضي. ملي رجع الست هامي للدار ما لقاش مرتو وحتى حوايجها ما كاينينش، وملي قلب الصندوق اللي مخبي فيه الذهب والفضه لقاه خاوي. مشى الراجل كيجري عند دار القاضي
وحكى ليه داكشي اللي وقع. قال ليه القاضي: غير جلس السي تامي وارتاح، مرتك راها عندنا وحتى رزقك كاين. وحكى ليه على كاع الفعايل اللي دارت رقيه، وباللي ولدو حسن هو اللي قدر يفضحها ويبين البراءه ديال امه. هنا السي تامي تصدم وما تيقش داكشي اللي كيسمع، وتفكر نهار اللي جا عنده داك الولد وقال ليه بلي العافيه شاعله في دارو. وملي مشى ما لقى والو. هنا تاكد بلي هذه كانت غير حيله باش يمشي ويلقى مرته هي والفقيه في الدار. ايوا يا سيدي، الغد ليه في المحكمه بانت البراءه ديال هنيه والفقيه قدام الناس ديال القبيله. اما رقيه خلاها القاضي تعترف بكاع فعايلها وحكم عليها بالحبس. في هاد الوقت السي تامي مشى كيجري عند مرته وولدو، طاح ليهم على رجليهم وبقى كيطلب منهم السماحه ودموعه في عينيه. من بعد ما سمحوا ليه رجعوا مجموعين للدار، ومن داك النهار نساو الماضي وبداو حياة جديدة وعاشوا مجموعين في خير وسلام. وهنايا الحباب سالات حكايتي ومشات من واد لواد، وانا بقيت مع الناس الجواد. وكيف العادة الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وخليو شي تعليق زوين، وإلا عجبتكم القناة ديروا اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.